شكرا. مازال أعطيت للرئيس ديالك، مازال ما عطيتكش. عطيت للرئيس ديالك هذه، أنت مازال ما عطيتكش الإيد. تفضل. شكرا سيد الرئيس. حنا كنتفاهموا الديناميه اللي عرفتها بلادنا سيد الرئيس. السيد النائب، انا شوف السيد النائب، انا هنا اليوم وقلت هذا الشيء ما قبل، انا هنا اليوم لاطبق القانون حرفيا. المادة 5 من الدستور، نحن في جلسة رسمية وجب عليك أن تتكلم باللغة الرسمية التي فرضها علينا الفصل 5 من الدستور، وإلا لن أعطيك الكلام. نعم سيد الرئيس. لن أعطيك الكلام لك أو لغيرك، لك أو لغيرك. تفضل. سأجيب. هذا الدستور إذا كنتم، أنا أرى هنا أن مقاطعة، احنا هنا نواب ندافعوا على المؤسسات التشريعية. اليوم جلس السي، اجلس انت، اجلس من فضلك، تكلم السيد الرئيس. اجلس وأطبق القانون. اجلس. أنبهك هكذا سنحارب الهدر المدرسي من الأعلى. أجلس معنا. سأجيب السيد النائب. شا ديك العلاقات الطويلة اللي كانت معي ما بغيتش نطبق عليك ونطلب منك. سيد الرئيس، أعطيتك الكلمة، خليني نتكلم أنا بعدا، وإذا لم تقتنعوا سأعطيكم الكلمة، لا يهمني. أجيب بعدا. أجيب وأنا معكم هنا 10 أيام تعطيكم نقاط نضال، أنا لا أتهرب من هذا. أجيب راه اخطا الاخ. اجيب بعدا. اجيب السيد الرئيس ونعطيك. اجيب راه 4 ولا 5 مؤسسات تشريعيه. وقعد اسمع لي بعدا، اسمع لي. واش من فضلكم، وهذه مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في هذه المؤسسة، وهذه مقاطعة عشوائية حكومية تدافع. كاين الحكومة تدافع أنها سأرفع الجلسة، سأرفعها. مقاطعة حكومية عشوائية تفرط في المؤسسات التشريعية، أنتم تفرطون في المؤسسات التشريعية. أنتم لا تدافعون، أنتم لا تدافعون. أنتم مقاطعة عشوائية حكومية نبتت تحت هذه القبة. كيف كاين الوزير نعطيه الكلمة يرد. أنا هنا أنوب على القانون اللي ما قدرش. أنا أنوب على القانون ولن أسمح به، ولن أسمح لأحد أن يخرق القانون. لن أسمح لأحد أن يخرق القانون. لن أسمح. أنتم الرسالة الملكية، لن أسمح لأحد أن يخرق القانون، لن أسمح له. السيدات والسادة النواب المحترمين، قبل الشروع في جدول أعمالنا أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين أن الرئاسة توصلت برسالة من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يخبر فيها أنه سيتولى الإجابة نيابة عن كل من
السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في إطار التضامن الحكومي، ولكن أرى أنه تضامن مبالغ فيه. تفضلوا. السادة النواب من فضلكم، السادة النواب من فضلكم، إذا كان أحد هنا تحت هذه القبة ليس له فكرة الدفاع عن السلطة التشريعية فأنا أتعجب. ومن فضل طالبة قبل منك السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس. السيد النائب، ليس لدي ما يبيح لأي أحد أن يصرخ متى شاء وكيفما شاء وبما شاء. من فضلك احترم نفسك، ليس لدي هذا. إذا كان كل النواب يصرخون هكذا لك الحق في نقطة نظام، إذا كان داخلة في داك الشيء اللي انتم كتعرفوه. تفضل السيد الرئيس المحترم. شكرا السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، السيدات والسادة الزملاء الأجلاء. فعلا السيد الرئيس في إطار التضامن الحكومي بإمكان السيد وزير العلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الزملاء، ولكن ماشي بالجملة فقط إلا قضت الضرورة ذلك. والحال أن الحالات الثلاث اللي يمكن يتغيبوا فيهم السادة الوزراء راه معروفين، هنايا ما حاضرينش نهائيا هذه الحالات الثلاث. طبعا الأسئلة تتكون عندها الآنية ديالها، ونفرض يكونوا أعضاء الحكومة حاضرين للإجابة، ونعتبر على أن المادة 262 غير مناسبة يعني، وهذه القطبية غير مناسبة. والغاية من الأسئلة الشفهية هي تنوير الرأي العام بكل ما يروج يعني من خلال اللسان الناطق باسم المواطن، ثم طبعا الحكومة، وفي إطار الاحترام الكبير المتبادل. للأسف نتمنى أن يكون حضور أقوى لتنوير الرأي العام. شكرا. هناك نقطة. السيد الرئيس المحترم تفضل. شكرا السيد الرئيس. مع كامل الاحترام اللي تنعطيوه للرئاسة، غير هذاك مبالغ فيه هو حكم قيمة، وكنا نتمناو السيد الرئيس تجردوا من هذا حكم القيمة. هذه النقطة الأولى. السيد الرئيس أيضا نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل في إنتاج بعض القضايا للمعارضة، لكن ماشي لدرجة استغلال الدستور كل مرة من أجل الاعتداء على الدستور. هذه قضية الغياب المشروع ديال أعضاء الحكومة هي قضية وهمية في الحقيقة. لأنها علاش وهمية؟ لأن الدستور في الفصل 93 والقانون التنظيمي لتسيير وتسيير أشغال الحكومة في مادتين 93 يعني وضحت هذه الأمور وأنهت هذا الجدل. بالتأكيد كل وزير يتعذر عليه الحضور لسبب طريق يمكن أن ينيب عنه وزير آخر في إطار التضامن الحكومي. في المهم السيد الرئيس هو أن يعني مفهوم التضامن الحكومي اللي تيدافع عليه الدستور راه هو حاضر. شكرا لكم السيد الرئيس. أجيب السيد الرئيس أظن ولا حتى تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. من المبادئ البديهية والمؤسسة لهذه المؤسسة هو مبدأ التوافق، وإذا كانت مؤسسة الرئاسة ممثلة من جميع الفرق النيابية فهذا لا يعطي للرئاسة أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت. فبالتالي السيد الرئيس الطريقة اللي جاوبت بها
يعني تعبروا عن رأي ولا تعبروا عن رأي الأغلبية. وشكرا. السيد الرئيس تفضلوا. السيد الرئيس، أنا كنظن معكم الحق، لأنه هذا الحق ماشي اليوم كتقولوه أنتم في المنصة، قلتوه وأنتم في القاعة. والدستور اللي كنتكلموا عليه، الدستور حدد توازن بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والتعاون. القضية ديال التضامن الحكومي هي محددة كذلك محددة عندنا حتى في النظام الداخلي حنايا، واخا ما كندخلوش في عمل الحكومة، لأن ملي درنا 3 الأقطاب والقطب الرابع يحضر له رئيس الحكومة باش تكون الحكومة حاضرة. وإلا بدينا على التضامن الحكومي ما تجيش كاع الحكومة، يجي غير واحد، يجي أنا في نظري يجي غير السيد الوزير العلاقة مع البرلمان ويجاوبنا. ليس هذا هو المقصود. البرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها. الاحترام الواجب هو حضور الوزراء، هذا هو الحد الأدنى. ولا كان شي واحد كيغيب راه حنا كنتفاهموه، وهذا الشيء اللي قال السيد الرئيس الحركي راه حنا كنتفاهموه، عارفين بأن ملي كتكون شي زيارة ملكية، كيكون شي مهام دبلوماسية، كتكون شي حاجة قاهرة، نحن نقدرها. أما أن تغيب الحكومة ونجيو كندافعوا على هذا الغياب بهذه الطريقة، فهذا لا يخدم لا الوطن ولا المؤسسات. شكرا. السيد الرئيس تفضلوا. السيد الرئيس، للأسف ما نعرفش علاش أن المؤسسة التشريعية والسادة النواب غيوضعوا نفسهم في موقع أنهم يدافعوا على الغياب. هذه مؤسسة تشريعية ومفروض أن الحكومة عندها اللي يدافع عليها، ولكن كما قالوا السادة الرؤساء كنتفهموا الغيابات الاستثنائية، ولكن لا يعقل بأن وزير غادي يحضر 23 اجتماع، خصو يكون في 23 جلسة حضر فيهم فقط 4. واش هذا عنده حالة الاستثناء دائما؟ إلا عنده حالة الاستثناء يكون خارج الحكومة. هذا غادي يكون السيد مسؤول تيدور على العالم، تيجيب الاستثمار في جميع بقاع العالم، ماشي يدير مستشار عند رئيس الحكومة ويدير هذا العمل. هناك مشكل حقيقي السيد الآن ما حصل في الآونة الأخيرة، كل قطب تيحضروا فيه فقط 3 الوزراء و5 أو 6 تيغيبوا. لا يعقل، وهذا احتقار للمؤسسات التشريعية، احتقار المؤسسة التشريعية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة. شكرا. جت على خاطركم السيد الرئيس. والدستور هذا السيد الرئيس، السيد الرئيس والمقاطعة الحكومية. سيدات السادة النواب، السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس، أنت رئيسنا جميعا. الآن أنت في واحد الكرسي ديال رئيس مجلس النواب، رئيس كل هاد الناس اللي كاينين أغلبيهم معارضة. نعم. وبالتالي نطلب منكم باش يتسع صدركم للاستماع لكل الآراء. نعم. أولا الإخوان كيطرحوا واحد المشكل اللي المجلس النواب ماشي اول مره، ماشي عاد بدينا، ماشي استقلينا هذه سنوات اكثر من 60 عام. خليني نكمل، نشرح لهم. خليني نكمل. دعبت الحكومات المتعاقبه انها كيجي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لينوب عن اخوانه النواب واخواته، عن اخوانه الوزراء واخواته الوزيرات. نعم. وبالتالي هذه مساله عاديه، ماشي اول مره توقع في البرلمان. نعم. ما فيها باس، سجلوا نقطه لانه في المعارضه ما فيها باس، ولكن هذا الشيء دأبنا عليه، وبالتالي نستمروا في الجلسه لان هذا واحد الحاجه طبيعيه وماشي اول مره دارت في البرلمان. متفق معك. أجيبك سيد الرئيس. مازال ما جاوبش. سأجيب الإخوان. السادة النواب اليوم عندنا القطاع، اليوم عندنا، وتبعوا معي ونحن على الهواء، اليوم عندنا قطاع فيه 7، فعندنا قطب. لماذا انت تكلمت وتكلموا هذه ما تكلمش انا؟ تحجر عليا. عندنا قطب فيه 7 القطاعات، فيه قطب، عندنا قطب، عندنا
الدستور، المقاطعة. شوف وسيلوا للحكومة ونجاوب ونعطيك، أنا نجاوب ونعطيك، وجاوبت 4 ما كنت نعطيك عطا هذا، لا ما كنعطيكش الكلمة. سجلها السيد الأمين، سجلها السيد الأمين، يا سجل لن أرضخ للغوغائية، لن أرضخ للغوغائية، لن أرضخ غوغائية ومقاطعة حكومية عشوائية نبتت هنا، مقاطعة عشوائية نبتت هنا. كاينة الحكومة، أنتم تقتلون المؤسسة التشريعية، أنتم تخنقون المؤسسة التشريعية، أنتم لا تحترمون المؤسسة التشريعية، أنتم تتغولون على المؤسسة الاشتراكية، أنتم تتغولون على المؤسسة. أعطاني الكلمة أتكلم، ما أعطيتكش الكلمة، لا ما أعطيتكش الكلمة، ما أعطيتكش الكلمة. سأجيب. أرفعوا الجلسة، أنتم مسؤولون، أرفعوا الجلسة وأنتم مسؤولون. أنتم تخربون هذه المؤسسة، أنتم تخربون هذه المؤسسة. الرئيس تخرب هذه المؤسسة بتدخلاتك وأنك لم تتكلم. أنتم تخربون. ما يخليك تفضل. شكرا. الإخوان صافي الإخوان. السيد الرئيس نرفع. السيد الرئيس كنطلب منك. السيد الرئيس تفضل. شوف هذه المؤسسة التشريعية. الرئيس نرفع. الله يعطيك. رفعت الجلسة.